السلام عليكم، معكم هشام بوعزيزي ومرحبا بكم في الحلقه 19 من سلسله كل نهار كاين بلان في طيله شهر رمضان. الا كنتي اول مره تشوف دي فيديو ديالي دير ابوني وفعل الجرس. في بلان ديال اليوم غادي نهضروا على علاقه اللاعب مع الجماهير ديالو، اللاعب اللي دوز المسيره الكرويه ديالو كامله في نادي واحد واللي كانت في 25 سنه، واللي 12 منها كان هو القائد ديال النادي، اللاعب اللي المركز اللي كان تيلعب فيه ولا قارين بالاسم ديالو. ولكن بالرغم من هذا الشيء كامل الا انه العلاقه ديالو مع الجماهير ديال النادي العلاقه متوتره وماشي تلاه. تنهضروا على الاسطوره الايطاليه باولو مالديني والعلاقه ديالو مع الكورفا سود ديال نادي ميلان AC. باولو مالديني أسطورة نادي ميلان والمنتخب الإيطالي، واللي بزاف كيعتبروه أفضل مدافع في تاريخ كرة القدم. باولو ابن قائد آخر في نادي ميلان اللي هو تشيزاري مالديني. عائلة مالديني والعلاقة الحب اللي كتجمع بنادي ميلان، فحاليا كنشوفوا ابن باولو دانيال مالديني هو الآخر تيلعب في نادي ميلان AC. باولو مالديني المسيره الكرويه ديالو غنيه عن التعريف، فما نحتاج انني نديطايي ونهضروا، فيكفي اننا نقولوا انه دا 5 الالقاب ديال دوري ابطال اوروبا مع نادي ميلان، وهو اللي رقم كبير ورقم صعب. باولو مالديني لا احد تيشك في الحب الكبير ديالو لنادي ميلان، فبالرغم من الاعتزال ديالو الا انه مازال كيشتغل كمدير رياضي في النادي. ولكن فبالرغم من هذا الشيء كامل الا انه العلاقه ما بين باولو مالديني والكورفا سود ماشي حتى لا، والصراع ما بيناتهم صراع قديم وتيمتد لسنوات. بدايه الصراع باولو مالديني والكورفا سود كان في سنة 1997. آنذاك عرفت اعتزال الأسطورة الإيطالية وأسطورة نادي ميلان باريزي، واللي كان قائد ديال الفريق. آنذاك قررت الإدارة ديال النادي أنها تنقل شارة القيادة من باريزي إلى مالديني. هنا جماهير الكورفا سود رفضت أنه يتم إعطاء شارة القيادة لباولو مالديني، بحكم أنه باولو فاش كانت الكورفا سود كتنتقدو أو كتنتقد أحد اللاعبين كان تيخرج بتصريحات اللي فيها حس من المواجهة ضد في الجماهير ديال الكورفاس. البدايات الحقيقيه لهذا الصراع كانت في موسم 1999. انذاك كانت تتويج نادي ميلان بسكوديتو، وتوجهوا جميع اللاعبين للاحتفالات مع الكورفاسود الا لاعب واحد اللي هو باولو مالديني، واللي مشى للمستودع تغيير الملابس وما حضرش الاحتفالات مع الجماهير. تما الجماهير سجلت عليه هذه النقطه وهزتها ضده. ولكن الحدث الاكبر اللي تيزيد يشعل هذا الاشكال تيرجع لسنه 2005، فمن بعد النهائي الشهير اللي جمع ما بين نادي ليفربول ونادي ميلان، ومن بعد التفوق ديال ميلان في الشوط الاول بنتيجه 3-0 تمكن نادي ليفربول من العوده في النتيجه 3-3 والفوز بالمباراه بضربه الترجيح. هناك جماهير نادي ميلان وجماهير الكورفا سود انتقدت بشكل مباشر باولو مالديني قائد الفريق، وقالت انه هو القائد وكان عليه انه يحفز اللاعبين وما يخليش نادي ليفربول يرجع في النتيجه بهذه الطريقه ويخسر نادي ميلان اللقب. جمهور نادي ميلان ما استوعبش سيناريو المباراه وكيفاش انه اللقب ضاع من بين يديهم من بعد فاش كانوا ضمنوه انه سالات المباراه في الشوط الاول. لذلك فمدينه ميلان عرفت احداث شغب كبيره بزاف. انذاك باولو مالديني وصف جماهير ميلان بالمرتزقه. بهذا التصريح ديالو زاد شعل العافيه وشعل هذا الصراع كبر ما بينه وما بين الجماهير ديال الكورفاسو. في 24 ماي من سنه 2009 كانت نهايه المسيره الكرويه ديال الاسطوره الايطاليه باولو مالديني، واعلن الاعتزال ديالو نهائيا عن ممارسه كره القدم من بعد 25 سنه من العطاء، 25 سنه من الامجاد اللي حققها في نادي ميلان، 25 سنه في نادي واحد. انذاك الجماهير ديال نادي ميلان تجمعات في الوداعيه ديال باولو مالديني قائد الفريق. هناك باولو بدا تيتوجه بالشكر للجماهير وتيدور حول التيران كامل، تيدور حتى وصل للكورفا سود. انذاك جماهير الكورفا سود استقبلته بطريقتها الخاصه. الطريقه الخاصه ديال الكورفا سود في استقبال باولو مالديني في اخر مباراه ليه كانت برفع لافته فيها باريزي هو القائد الحقيقي للفريق. تخيل معايا انه في مباراه الاعتزال ديال قائد الفريق لمده 12 عام واللي دوز في الفريق 25 سنه تيتم التوديع ديالو بهذه الطريقه هذه. احد اعضاء الكورفا سود وفي التصريح ديالو لاكازيتا ديلو سبور قال لهم حنايا ككورفا سود ما عندنا حتى شي اشكال مع مالديني اللاعب، ولكن عندنا اشكال كبير مع مالديني الشخص.
فمالديني اللاعب تنقدروه وكنحترموه على العطاء الكبير ديالو مع النادي، ولكن مالديني الشخص فهو عمرنا نساولو كلمة مرتزقة اللي قالها على الكورفا سود وعلى جماهير الميلان. باولو مالديني اللي كسب الحب والاحترام ديال العالم بأسره ما قدرش انه ياخذ الحب ديال جماهير الكورفا سود ديال النادي ديالو. نتمنى انه البلان ديال اليوم يكون عجبكم، تشوفوا غدا ان شاء الله في بلان جديد. تهلاو.